وتصديرها، بل هناك مصانع قائمة على إنتاج المزارعين كمصانع المواد الغذائية والمؤن كالكبيس والمربى وغيرها من منتوجات الأرض. نحن كاتبين قرار كصناعيين انه ما نهاجر وما نطلع من هالبلد، بل انه نصدر منتوجات لبنانيه الى العالم، اللي مثل ما تفضل وزير الصناعه بانه الصادرات اللبنانيه زادت الصناعات الغذائيه، ونحن اليوم على مشارف نوصل للمليار دولار تصدير صناعات غذائيه تحويليه زراعيه. اكيد ما فينا نترك. أكثر من 23 ألف مليار ليرة هي القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي في لبنان، 16 ألف مليار ليرة منها للإنتاج النباتي و7.5 ألف مليار ليرة للإنتاج الحيواني استنادا إلى البحث الزراعي لعام 2021. أما في الأنواع فينتج لبنان بين 100 و200 ألف طن سنويا لكل صنف كالزيتون والعنب والقمح والبندورة والحمضيات والتفاح، فيما يصل إنتاج البطاطا سنويا إلى 450 ألف طن. وتعتبر أصناف كالموز وبعض أنواع الخضار والتفاح والعنب من أكثر المحاصيل تصديرا. كل ما سبق يؤكد المؤكد: اللبناني لا ينتظر دولة لتحكم كي يؤمن عيشه واستمراره في ظل أصعب الظروف، ويبقى المواطن اللبناني أصل الصمود